ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم سارة عبد العاطي، وهنعمل النهارده مع بعض كيكة البرتقال من ايدين امي، ربنا يبارك فيها يا رب. هتعملها بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة، والنتيجة بتاعتها مضمونة وروعة من اول مرة ان شاء الله. شايفين لونها يا جماعة حلو ازاي؟ مفيش اي فراغات، هشة جدا وخفيفة جدا، وهنعملها النهارده بمنتهى السهولة في الخلاط. معاكم سارة عبد العاطي، متنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم واشتراك في القناة، ويلا بينا نبدأ الوصفة. عندي في المكونات 4 بيضات ومعلقة كبيرة من بشر برتقان وعلبتين زبادي. وهقول مكونات باقي المكونات وانا شغالة. هنحط هنا البيض في الخلاط، هننزل بعلبتين الزبادي. ممكن نستبدل الزبادي بعصير برتقان، ممكن نستبدله بحليب. لو ما عنديش علبة الزبادي ديت، ممكن استخدم كوباية الشاي اللي هي في ال50 الصغيرة دي. حطيت هنا معلقتين كبار من الخل، كمان حطيت بشر برتقان. ممكن احط كمان كوبايه زبادي وكوبايه عصير برتقال، برضو مش هيبقى فيها مشكله. مليت بقى علبه الزبادي، مليتها 3 مرات سكر لحد الاخر. انا بستخدم العلبه دي كمعيار، ممكن تستخدمي زي ما قلت لك كوبايه شاي ال50 كمعيار برضو. احط هنا نصها زيت، وهبدا اضرب المكونات دي كويس جدا في الخلاط. بعد ما ضربت المكونات حلو جدا، هنزل بقى هنا في حله او بوله عميقه، وهجهز بقى المقدار بتاع الدقيق انا عايز 5 كوبايات برضو بعلبة الزبادي من الدقيق. وحطيت عليها ظرف كامل من البيكنج باودر، ممكن احط معلقة كبيرة برضو نفس المعيار. اقلب بقى الدقيق كويس جدا مع البيكنج باودر، وهبدأ بقى احطه بالتدريج على الخليط السائل اللي عندي. طبعا يا جماعة مشغلة الفرن من قبل ما ابدأ على درجة حرارة متوسطة، تكون سخنة طبعا قبل ما احط فيها الكيك. نزلت هنا بالدقيق بتاعي وخلصت كمية الدقيق كلها. هجيب بقى الصينية بتاعتي وهدهنها هنا، ماما دهنتها بزبدة، ممكن ندهنها بزيت او بسمنة، اي مادة دهنية. هدهنها كويس جدا من الجنب ومن حرف وكل حتة. احط معلقة كبيرة من الدقيق، وهبدأ ان انا ابطن الصينية حلو جدا بالدقيق عشان ما تلزقش معايا. شايفين بالشكل ده؟ خلاص كده تمام. هنزل بقى بالكيكة بتاعتي، شايفين قوامها حلو ازاي؟ ده القوام المظبوط، حلوة جدا. هنزل بقى بالصينية. الخليط بتاعي المفروض يملى تلتين الصينية، واسيب تلت الصينية فاضي علشان ادي مساحة للكيك ان هو يرتفع معايا وحجمه يتضاعف. هحطها في رف اوسط زي ما انتم شايفين. هتأكد انها استوت لما ادخل الخلة في نص الكيك وتطلع ناشفة. ممكن احتاج اولع الجريل عشان تاخد وش من فوق، وممكن حرارة الفرن تحمرها من فوق من غير ما اولع الجريل. قطعها مع بعض زي ما انتم شايفين. لونها بقى يا جماعة تحفة، وطعمها رهيب وسهلة جدا جدا. شايفين طرية ازاي؟ طرية وهشة بجد يا جماعة. لو جربتوها مرة واحدة بس هتعتمدوا الطريقة ديت، انا متأكدة. شايفين لونها من جوه عامل ازاي؟ ما فيهاش اي فراغات، وطرية وهشة جدا جدا. ماما بتحب تقطعها بالطريقة ديت لان بتبقى اسهل بكتير جدا في الاكل. يلا بينا بقى على الجزء التاني من الفيديو. المحتوى العلمي بتاعنا النهارده مختلف شوية عن المحتوى اللي كنت بقدمه قبل كده، ومهم جدا جدا نعرف لو تعرضنا احنا او اي حد من افراد الاسرة للسع مثلا من حاجة سخنة على النار، من مية، من زيت. المفروض ان انا اعمل ايه الاسعافات الاولية اللي لازم اكون عارفاها واتبعها بالظبط علشان اعالج الحرق ده بسرعة جدا، واساهم في ان الحرق ده ما يسيبش اثر، او ان الاثر بتاعه يختفي بسرعة جدا. الأول هنعرف مع بعض ايه هو الحرق. الحرق هو تعرض الجلد لدرجة حرارة عالية، سواء ده من بخار مية أو من سوائل سخنة، ده حتى الشمس كمان لو تعرض لها فترة طويلة ممكن تسبب حروق في الجلد. عامة الحروق اللي بتعرض لها في المطبخ بتكون يا إما درجة أولى أو درجة تانية. الدرجة الأولى دي يا جماعة بتكون الجلد عندي لونه أحمر، طبعا بحس بألم شديد، وبحس بيكون في احمرار في الجلد. اول خطوه اعملها لو الحرق ده قريب من اي مكان انا لابسه فيه اكسسوارات، لازم اشيل الاكسسوارات بسرعه جدا. لو كمان في هدوم قريبه من الحرق ده برضو لازم اشيلها. واهم خطوه اعملها ان انا استخدم ميه بارده جاريه من الحنفيه لمده من 10 ل20 دقيقه. الكلام اللي انا بقوله ده يا جماعه مهم جدا جدا ونركز فيه.
بعد ما اشيل الاكسسوارات او اي هدوم قريبة من الحرق بفتح المية في الحنفية، المية باردة، وهحط مكان الحرق تحت الحنفية لمدة من 10 ل20 دقيقة، وتكون المية شغالة الفترة دي كلها. المية بتاخد الحرارة الزايدة اللي تعرض لها الجلد اثناء الحرق وبتنزل. فانا بساهم في الفترة ديت ان انا ابرد الجلد. ديت خطوة مهمة جدا جدا، واعتبر كده انا عالجت نص العلاج بتاع الجرح. وبعدين الخطوة التانية بقى هبدأ ان انا استخدم مراهم للحروق. افضل مرهم من وجهة نظري هو مرهم ميبو. حلو جدا جدا لتسكين الالم، وان هو بيعالج بسرعة الجلد وبيخليه ما يعملش اثر. الحرق بقى اللي من الدرجة التانية بيكون مصاحب للاحمرار، وجود فقاقيع بتكون مليانة من مادة سائلة هي البلازما. طبعا يا جماعة ما ينفعش ان انا تحت اي حال من الاحوال احاول ان انا اصفي المادة السائلة ديت، او ان انا اشيل الجلد ده، لان الجلد ده بيكون عامل طبقة حماية للحرق من ان هو يتعرض لاي جراثيم او اي ميكروبات بتكون موجودة في الجو. لو حصل بقى غصب عني والبثور دي اتفتحت، لازم طبعا اغطي الجرح، لازم استخدم مرهم مضاد حيوي عشان احافظ على الجرح من التلوث، علشان طبعا ممكن يعمل صديد ويلتهب نتيجة لتعرضه للجو. طبعا يا جماعة من الحاجات الشائعة استخدامها في الحروق هو استخدام التلج. طبعا يا جماعة ده اعتقاد خاطئ جدا. التلج مش بيساعد ان الجرح يخف بسرعة، بالعكس ده كمان بيخلي الجرح يسيب اثر بعد كده، والاثر ده بيبقى صعب ان انا اعالجه. كمان استخدام معجون الاسنان خطأ جدا، او استخدام الدقيق، كل الحاجات ديت خطأ جدا. المفروض ان انا زي ما قلت بالظبط استخدم مية جارية لفترة طويلة تكون باردة من 10 ل20 دقيقة، لان الحاجات ديت بتكتم الحرارة جوه الجلد ومش بتخلي الجلد يطلع الحرارة الزايدة اللي هو اكتسبها. وبكده خلصت المعلومات بتاعت النهاردة عن الإسعافات الأولية للحروق. عافانا الله وإياكم. أتمنى المعلومات تكون نالت إعجاب حضراتكم واستفدتوا منها لو بقدر بسيط. لايك للفيديو لو عجبكم، واشتراك في القناة. دمتم في رعاية الله وأمنه. كانت معكم دكتور سارة عبد العاطي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.